الكابتن محمد لطيف شيخ المعلقين من اشهر المعلقين في تاريخ مصر، وكان بيلقب بشيخ المعلقين، وهو من اشهر من علق على المباريات المهمه زي الزمالك والاهلي من سنه 1948 لحد 1990 لحد وفاته. واللي كتير من الناس ما تعرفوش ان كابتن محمد لطيف كان لاعب سابق في نادي الزمالك، وانه لعب في تاني نسخه من كاس العالم على كوكب الارض مع منتخب مصر، ولعب كجناح ايمن في كاس العالم في ايطاليا سنه 1934، وانه كمان من اول اللعيبه المصريه اللي احترفوا بره مصر في نوادي اوروبا. والكلام ده كان من خلال نادي رينجرز الاسكتلندي، واحترف فيه لمده طويله. وفي سنه 1928 اختاروا حسين حجازي رئيس نادي الزمالك وقتها انه يلعب في صفوف الزمالك مقابل 3 قروش، بعد ما تألق مع فريقه في مدرسه الخديويه ضد فريق مدرسه السعيديه. وساعتها فريق مدرسه السعيديه كان بيلعب فيه كابتن التتش وعبد الرحمن فوزي ورشاد مراد وجمال رفعت، اللي هم بقوا اساطير بعد كده. وتألق في الماتش وقتها كابتن محمد لطيف، ومن هنا بدأ مشواره الكروي، خصوصا لما لعب اول ماتش ليه مع نادي الزمالك ضد النادي الاهلي، وسجل اول هدف ليه ضد النادي الاهلي، واللي كان هدف الفوز في المباراه دي. وده اللي خلى حيدر باشا وكيل اتحاد الكوره المصري يختاره في صفوف المنتخب سنه 1932، ويتألق عشان خاطر يتم اختياره مره تانية عشان يشارك مع المنتخب سنه 1934. وبعدها بيختاروا مستر سامبسون مراقب التربيه البدنيه في وزاره المعارف عشان خاطر يدرس التربيه الرياضيه في جامعه جوردن هيل في اسكتلندا. واتفق مع المدير الفني للمنتخب ان طول مده دراسته انه هيلعب في فريق رينجرز، اقوى فرق اسكتلندا، وده لان كابتن محمد لطيف كان متألق وقتها. وبكده كابتن محمد لطيف اول محترف رسمي مصري في العالم. لعب هناك فعلا، وفي اول ماتش ليه قدر ان هو يحرز هدف قدام فريق دندي، وده اللي خلاه يستمر 3 سنين مع فريقه بيلعب اساسي لحد ما خلص دراسته وقرر يرجع على مصر. رجع كابتن محمد لطيف لمصر سنة 1937، وكمل لعب في فريق الزمالك وفي منتخب مصر لحد ما قرر الاعتزال سنة 1945. وبعد اعتزاله كرة القدم خد الشارة الدولية، وقرر ان هو يشتغل حكم دولي، وقدر ان هو يحكم مباريات مهمة كتير، وكانت مباريات دولية لحد ما وصلنا لسنة 1948 عشان يتسجل في الإذاعة المصرية كمعلق رياضي على مباريات كرة القدم. وكان كابتن محمد لطيف هو أول من أدخل فكرة التعليق على المباريات في التلفزيون، بعد ما كانوا بيستكفوا ان هم يعرضوا المباراة بس. ولكن بعد دخول التلفزيون المصري سنة 1960 اتشهر كابتن محمد لطيف بأسلوبه في التعليق على المباريات، وكانت من اكتر الجمل المشهورة لكابتن محمد لطيف ان الجون بيجي في ثانية. واتشهر جدا لدرجة ان هو صور افلام كتير جدا طلع فيها كمعلق على مباريات كرة القدم، زي فيلم غريب في بيتي بتاع نور الشريف وسعاد حسني ايام شحاتة ابو كف. وبكده يبقى كابتن محمد لطيف اللي كلنا كنا فاكرينه انه معلق رياضي بس، هو اول المحترفين بالخارج، واول من شاركوا في كاس العالم في تاريخ كرة القدم المصرية، وكان من اول اللي اتجهوا للتعليق على المباريات في التلفزيون. وبنوصل لنهاية رحلة كابتن محمد لطيف اللي توفى يوم 17 مارس سنة 1990، ودي كانت حكاية كابتن محمد لطيف شيخ المعلقين.